كلمتين وبس. من نص قرن كان عدد الجامعات المصرية محدود. جامعة القاهرة اللي هي الجامعة في القاهرة، وجامعة في اسكندرية، وجامعة في أسيوط. بعد كده اتعملت جامعة عين شمس في القاهرة. النهاردة الموقف مختلف، في جامعة في كل محافظة. عايزين نسأل سؤال: ليه عملنا جامعة في كل محافظة؟ الجواب سهل، عشان تستوعب الطلبة في المحافظة بتاعتهم. النهاردة الهدف ده ما تحققش. ليه؟ لأن الطلبة بيخشوا الجامعات عن طريق مكتب التنسيق. ممكن طالبة في بنها يدخلها مكتب التنسيق جامعة في أسيوط، أو طالب في أسيوط يدخله مكتب التنسيق جامعة في القاهرة. هنا تبتدي مشكلة اغتراب الطلبة. عبد أفندي عنده بنت خدت الشهادة الثانوية وداخلة الجامعة. سيد سأله في يوم: أخبار بنتك إيه يا عبده؟ قبلت في أي جامعة؟ قال له: قبلت في جامعة اسكندرية. في الأول أنا فرحت إنها قبلت في الجامعة. بعد كده لما عرفت إنها مفروض تسافر زعلت. سيد قال له: زعلت ليه؟ عبده قال له: هتسكن فين في اسكندرية يا سيد؟ لو قدرنا ندخلها بيت الطالبات يبقى حظنا بومب. لو ما دخلتش بيت الطالبات هتسكن فين؟ انا ماليش قرايب في اسكندرية اسكنها عندهم يعني، ولو عندي قرايب مش معقول هروح اقول لهم خدوا البنت معاكم. انا سافرت اسكندرية وبقيت ماشي مكتئب، اخاف عليها لوحديها، ده لسه طفلة عمرها 18 سنة. قعدت قلقان اقول هتعيش فين في اسكندرية، وتاكل ازاي، وتقضي مصالحها ازاي. وبعدين احساسي ان بنت عايشة لوحديها في مدينة ضخمة، القلق اللي عندي تعبني. سيد قال له: ليه ما بياخدوش طلبة المحافظة في جامعات المحافظة نفسها؟ هي حقوق اسكندرية مش زي حقوق أسيوط ولا بتختلف؟ هي عايزين نريح أولياء الأمور مش نصعبها عليهم. اللي في أسيوط يخش جامعة أسيوط، اللي في قنا يخش جامعة قنا. مش كده ولا إيه؟ وغدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.